أهلا بكم. عاجل فاضحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن عودة العلاقات مع الجزائر، والجزائر تعلن خضوعها تماما لفرنسا وتؤكد يا إخواني وأخواتي أنها دولة خاضعة لفرنسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يلا نشوفوا هذا الخبر اللي زلزل الجزائريين. أما النظام الجزائري فهو عارف راسه يا إخواني وأخواتي بأنه نظام وظيفي. حقيقة هذه يا إخواني وأخواتي، هذه حقيقة بأن الجزائر نظام وظيفي. يلا نشوفوا التفاصيل ديال الفضيحة المدوية. الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر. بعد اتصال هاتفي جرى يوم الاثنين يعني يوم العيد، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر. وأعلن البلدان إعادة إطلاق تعاونهما في مجال الهجرة والأمن ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بينهما. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة. وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا يوم الاثنين يوم العيد يا أخواني وأخواتي. واتفق ماكرون وتبون مبدئيا على تنظيم لقاء ثنائي من دون تحديد موعد، بينما حدد موعد لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان لوين بارو إلى الجزائر في 6 من نيسان أبريل بهدف المضي في تحسين العلاقات. وتفاهم الرئيسان على استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري وقرار إطلاق تعاونهما في مجال الهجرة والأمن وفقا للنهج القائم على تحقيق نتائج تستجيب للاشتغالات كلا البلدين. وأكد الرئيسان على استئناف رغبتهما في استثمار الحوار المثمر الذي أرسياه خلال زيارات ماكرون إلى الجزائر من خلال إعلان الصادر بآب أغسطس 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة وفق النسخة العربية من البيان. وأعرب ماكرون عن ثقته في حكمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ودعاه إلى بادرة الرأفة والإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صلصال الذي قادت محكمة جزائرية بسجنه ب5 سنوات سجنا. وعبر الطرفان عن الطموح المشترك لعلاقات تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين. وساءت علاقات بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي ومغربية الصحراء. وهذا الشيء يا إخواني وأخواتي فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كيف ما كتشوفوا يا إخواني وأخواتي، كيف مشوا يا إخواني وأخواتي هذه الفضيحة، فضيحة ديال النظام الجزائري، فضيحة ديال الجزائر، فضيحة كتعلن الجزائر بأنها دولة تابعة لفرنسا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنت يا الجزائر كتشوف فيه دابا وكتسمع، غادي تكتب لي في التعليقات أنت سمعتي الخبر، قرينا عليك الخبر وشرحنا لك هادشي كامل. ما تقولش شي حاجه اخرى، راه واضح، كل شيء واضح بانكم نتوما دوله تابعه لفرنسا، وانت ما تكذب على راسك. شوف قارن بين المغرب فاش قطع العلاقات مع فرنسا، قطعنا العلاقات مع فرنسا، صعدنا مع اللهجه، في الاخير اعترفت فرنسا بمغربيه الصحراء. انتم قطعتوا العلاقات مع فرنسا وبديتوا تخرجوا بدات تنزل عليكم في العقوبات، تحبس لكم الشخصيات الجزائريه، بدات دير لكم جميع العراقيل، في الاخر حنيتوا الراس وتميتوا راجعين عندها. كذلك المغرب مع اسبانيا، صعد مع اسبانيا، اعترفت اسبانيا بمغربيه الصحراء. انتم صعدتوا مع اسبانيا، دازت عام رجعتوا العلاقات ما بينكم وما بين اسبانيا. ماشي فضيحه هذه يا اخواني راه فضيحه. اخواني واخواتي الى اللقاء، وديروا متابعه وفعلوا الجرس وديروا لايك للفيديو باش يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.